مرحبا يا مرحبا يا مناع بيه. اهلا يا جابر. ها هتغدينا ايه النهارده؟ عايز الاكل المره يبقى طازه ولا اسيبك واروح مطعم ثاني؟ كل مره بتقول كده بس ما بيهونش عليك. طيب يا سيدي، اخبار الحمام المحشي ايه ورق العنب؟ ثواني وطلبك يكون جاهز. وبقى واحد بابا غنوك تاني. سعادتك هو مش سعادتك صعيدي برضك؟ يا ساتر اهدي، اموره هب في وشي. يا ست اسمعيني، طب اقول لك انا اسف، النمره غلط. غلط ازاي يا فندم؟ اذا كان حضرتك عارفني وانا عارفاك وبقالنا نص ساعه بنتكلم على التليفون مع بعض. ما انا بحاول افهمك مش عارف. عموما اسمحي لي اكلمك بعد شويه لما تهدي. حضرتك انا في منتهى الهدوء، حضرتك اللي مش عارف توضح سبب المكالمه ايه. وبعدين انا سامعه صوت اكل وشرب وناس، يعني حضرتك مش عارف تحترم خصوصيه اللي انت بتكلمها. الو، مش سامع حاجه. انسه نورهان، هو الخط هينقطع ولا ايه؟ بس انا سامعه حضرتك كويس. مع السلامه يا استاذ مناع. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. ناس من الحب شافوا أسير. ايه اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش هناك عيلة لغايه دلوقتي. المفروض تكون هناك عشان الطلبيه. انا عارف شغلي زي اللي منظم حياتي، ويا ريت تقوم دلوقتي. الحكومه حاطه عينها عليا من ساعه ما اشتريت المزرعه. الاسعار الجديده اللي طلبتها ازعجتنا جدا، وكان لازم اجي لك عشان اعقلك او اكشفك. ما احبش الاسلوب ده، لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك عليا حاجه، ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطرني اسدها. ثغره؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقتي، ويا ريت تعمل نفسك بتشبه عليا ولا حاجه، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر، ونسيت من هو مناع حسان الحويطي، اللي لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي، انا هستلم منك البضاعه في نفس المكان والزمان، وهيكون لينا حساب بعدين. احلى ورق عنب يا مناع بيه. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبه علي، ما تشغلش بالك انت يا جابر. رجبوا اللي جاب ابوك، سديت نفسي. أنا شايف إن كلام عمي حسان معقول، وأنا موافق على كل طلباتهم، حتى لو هبني لهم بيت جديدة. والله تعال احضرنا يا كبير البندرية، لعلك وعيت وفقت. تعال قول رأيك في الحديث اللي بيقوله ولدك. حسان طلع من ورطته قدام أهل النجع وورطنا احنا. طب وليه ما اتجوزت نسمة ومناع اتجوز زين أختي؟ كأنك اتجنيت يا أما. عايز بنت حسان تيجي تعيش وسطينا وتعرف أسرارنا وعيوبنا وتنقلها لأهلها وناسها. من أختي كمان هتعيش وسطيهم وتعرف أخبارهم وعيوبهم وتنقلها لأهلنا وناسنا. خلص، مناع كبير عليها واختك لسه صغيرة. أمال ليش شرطت إنها تتجوز مناع مش بكري ولد ناجي؟ عمك حب يحط العقدة في المنشار زي ما بيقولوا. كان فاهم ان عيلة حسان هتستخسر مناع في بيتنا.
وما دام مناع زين ليه ما يتجوزش اختي؟ اختك محجوزه، الولد سعفان، وبعدين احنا ما عندناش بنات تتجوز برا العيله. طب ما تسأل اختي، ما يمكن توافق على مناع. انت اقعد. ايه يا همام؟ ما عندكش احساس؟ عديم النخوه. عايز اختك تترمي في بط ولدهم؟ انت ايه مش غيران عليها وعلى عرضها؟ ما هي نسمة هتترمي في باطي وكله بالحلال وشرع ربنا. قلت لك اختك الولد عمك. انا بفكر ارد عليهم واقول لهم ما عندناش بنات للجواز. ما فيش غير جميله بنت سعدون اللي كان ابوها عشمان يجوزها لك. يا كنت فاكر انهم هيوافقوا ان انا اتجوز نسمة قصاد ان مناع يتجوز جميله؟ طبعا مش هيوافقوا، لان حسب الاتفاق اللي اتفقتم عليه بنت الكبير قصاد بنت الكبير، يعني نسمة قصاد زينه. وما دمت انا موافق وهم موافقين يبقى خلاص نتمم الجوازه. قلت لك زينه مربوطه بولدي. انت ايه يا واد؟ ما هتفهمش. الاتفاق ده باطل من اساسه. ليه؟ افهمك ليه. اي اتفاق بين عيلتين لازم يبقى بين الكبارات، وانا كنت مونوي. عمك دياب هو اللي اتفق. يبقى الاتفاق ده اساسا باطل. وتصغرني قدام اهل النجع يا ولد ابوي. معلش يا اخوي، معلش. تحمل النباة دي عشان نوصل لمرادنا. وبعدين ما تنساش فيه اتفاق قبل سابق انت عملته وانا وافقت عليه. معك حق، كلها ايام وتنفذ الاتفاق التاني ونبقوا اسياد الناجح. يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمة خلاص؟ اذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بنت عمك سعدون. احنا ما بنطلعش بناتنا بره. لا يا بوي، خلاص يا عمي، لا بره ولا جوه. انا طالع انام، بلا جواز بلا خوته. ههملك انا يا كبير واروح اطمن على الرجاله وهم بيشونوا الحشيش. بلاش يا جاب، بلاش تروح تجر شكلهم. تعرف قارة حسان هي اللي بتوزن وتشوي. لا لا كبير، لازم يعرفوا ان من حقنا ان احنا نتمموا عليهم. بالاذن يا كبير البندريه. يا ابوي. الو، مين اللي معاه يتكلم؟ ده منزل الباشمهندس مناع حسان؟ ايوه، وانا السكرتير بتاعه الخصوصي. انت مين وعايزاه في ايه؟ وانت مالك؟ اديهولي اكلمه. طب هو نايم وما اقدرش اصحيه غير لما يصحى هو بذات نفسيته لحسن يطين عيشتي وعيشة ابوي. طب متشكرة، هكلمه مرة تانية. طب اقول له مين اللي اتصلت ولا اقول له واحده وخلاص واسيبه هو يخمن؟ هو في ستات كتير بيكلموه ولا ايه؟ لا لا لا، ويمين الله انت اول حرمه هتتكلم هنا من سنين، وعشان كده هو هيستغرب وهيسالني ويقول لي مين اللي اتصل يا حصاوي. خلاص ما تقولش حاجة، مع السلامة. مع السلامه مع السلامه. احرج ابو اللي جابك، صوتك يصحي الميتين. مين اللي كان بيتصل؟ واحده اتصلت وما قالتش اسمها وقالت لي ما اقولكش. هو انت هتسافر ولا ايه يا سي مناع؟ ايوه، رايح مرات بره، غيب كد اسبوع واجيب طلبيه عجول. عايزك تفتح عينك للمزرعه زين، واي حاجه تحصل في غيابي تبقى تبلغني لما عاود، فاهم؟ حاضر يا سي مناع، تروح وتيجي بالف سلامه. وابقى روح للحلاق خليه يشيل الهباب اللي في وشك ده. اشيل شنب يا سي مناع؟ هو ده شنبك؟ تصدق طول العمر ده فاكره شعر مراخيرك. روح 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 اعمل لي شاي ولا حاجه. حاضر يا سي مناع. يخرب بيتك، بتتنفس ازاي منه ده؟ مين اللي اتصل؟ مين اللي اتصل؟ ها، نمرة غريبة. الو. الو. ايوه مين؟ انا مناع حسان. اهلا اهلا باشمهندس مناع. وانت عرفت نمرتي منين؟ توفيق بيه. اصلي طلبت النمرة وانا في البنك عشان اتابع حسابي واللازم منه. اهلا بيك. لا انا تحت امرك يا مناع بيه، انت تتصل في اي وقت. ربنا يخليك يا بيه، مع السلامة. مع السلامة. بان البت اتصلت من ورا ابوها. مين ده يا ابوي؟ ده مناع بيه المليونير اياه.
جاب نمرة بيتنا كيف وعاوز ايه؟ عندك اي فكرة؟ انا فكرتي ايه؟ قصدك ايه يا ابوي؟ لا قصد ولا حاجة، مش فاهم. اللي ما انتش فاهمه يا توفيق. مين اللي كان بيتكلم يا نورهان؟ عميله بيتكلم في مصلحة، مش عارفة ابوي مكبر الموضوع ليه. عن اذنكم انا طالعة انام. ده في الحاجات دي اوكي؟ لو في اي حاجة انا هنا. الو، مين معايا يا فندم؟ لا بلاش كده، ما تغيرش قواعد اللعب. عرفتك، انت مدرسة الالعاب بتاعت وائل. شوفي يا ابله، انا طول عمري جد وماليش في اللعب. هو اللعب عيب؟ بالعكس، اللي ما يعرفش يلعب ما يعرفش يعمل اي حاجة. عموما انا مبسوط انك اتكلمتي، اخيرا فتحت الحيطة السد اللي قفلتيها في وش المكالمة الاولانية. اولا عايزة اشكرك انك ما قلتش لبابا اني كلمتك. ثانيا انا بعتذر عن قلة زوجي معاك لما كنت حضرتك بتكلمني يوم ما كنت في المطعم بتاكل. خلاص يا ستي، صافي يا لبن. اصلا انا يعني في كل سنين دراستي كنت ماشي جنب الحيط زي القطر، ما كانش عندي غير هدف واحد، امسك الشهادة. عشان كده ما كنتش شايف حد من الزملاء ولا الزميلات، فتلاقي كلامي يعني مخلبط حبتين، بس قلب ابيض زي الفل. لا ده باين خالص. اخيرا كلمة حلوة تبل الريق. والله انا مع عدوانية خالص، بس انا عذراء. عذراء؟ عذراء كيف يعني؟ ايه الكلام ده؟ عجلك راح فين؟ انا برج العذراء، يعني رومانسية وواضحة ومباشرة. طب ما تلافيني شوية رومانسية من اللي عندك دي. اصل الوضوح المباشرة ما يجيبوش اي حاجة حلوة على البعد كده. انت في القطر؟ هو انت مسافر؟ عندي مشوار شغل كده، يومين وراجع على طول. هو حضرتك برج ايه؟ عمري ما فكرت في الموضوع ده، ورأيي ان الكلام ده ضحك على الدجون، بس يعني لو عايزاني اريحك انا مواليد 15/6. 15/6 برج الجوزاء، ده برج صعب قوي. لا وحياة والدك، ما عايز الابراج تعمل لنا مشاكل، حتى الابراج تعمل مشاكل. يمين بالله اضرب البرج قنبله اجيب عليه وطيه على طول كده، ضرب وكنابل. مش قلنا شويه رومانسيه؟ شوف يا بنت الناس، انا من يوم ما شفتك حالي انقلب. هو انا كان ممكن اتصور ان اتبهدل كده؟ ها، انا طول عمري اي حاجه تحت سيطرتي، كل حاجه عندي انتر كنترول، بس ما عرفش كيف كل ما اسمع صوتك اعصابي تسيب خالص. لا كده انا مش قد الكلام ده. ايوه يا فندم، رقم الحساب زي ما قلت لحضرتك. طيب مع السلامه. مع السلامه. حاجه فشقه. يحرق ابو الحب وسنينه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم.
يا ترى انت ايه اللي اخرك يا مناع يا ولد اخوي؟ ده انت عمرك ما عملتها. دلوقتي يجي يا عم ناجي، ما تقلقش. ربنا يجيب العاقب سليم يا ولدي. ايوه يا خواجه بني، اسمعني بسرعه، الشبكه ممكن تسقط ومش عارف اكلمك. ايوه جاهز. هنطلع بالجمال من الفجر وهنوصل على المغرب. عايزك تكون جاهز برجالتك والفلوس اللي اتفقنا عليها. ايوه ابوي عملت كيف ما قلت لي. مش ناقص اللي ولد عمك مناع ربنا يرد غيبته ويعاود بالسلامه ان شاء الله. جرى يا سناجي، هنفضلوا مستنيين مناع لغايه متى؟ عاملين كيف البهايم اللي مستنيين حد يسوقها. اسمع يا همام، لو تعرف تعمل اللي بيعمله مناع صاحبك اتفضل اعمله من سكات، بس على الله ما تضيعش شقانا وتعبنا هضر طول السنه وترميه في يد الحكومه. يكش فاكر ان مناع هو اللي بيوصلنا لبر الامان. لا يا كبير ناسك، بركه في الخواجه هو اللي بيخطط له طريقه. في عربيه هناك وانت عم يوصل يا ابوي. عم يوصل هنزغرتوا اضربوا يا ويل نار يا ويل. ودي يا زرزور. ايوه يا سي مناع. غطوا العربيه وخلي ده معاك. حاضر. مين الجاموسه والجاموسه اللي كان عم يضرب نار من غير لازمه؟ ايه؟ ما عايزش ينطق؟ اخرس اياك. انا راس مناع ولا امرني راس دياب. يحرق جابوا اللي جاب ابوك. اسمع يا دياب، طول ما انا مسؤول عن سلامتكم كلكم ما احبش حد يدي اوامر غيري، واللي مش هيمشي تحت طوعي هقتله مهما يكون مين. كده مناع، هدفعك تمن الحديد ده غالي قوي. ودلوك وقدام ناسك كلهم، يا اما الكل تحت طوعي واوامري يا اما نقسموا بضاعه وكل واحد يصرف نفسه. قلت ايه يا ريس دياب؟ ماشي يا مناع، هطوعك المرة دي، بس هكون آخر مرة. خير وبركة. ودلوك يا رجالة لازم تعرفوا ان في القبض علينا موت واعدام لينا كلنا وخراب للنجة. عشان كده لازم النهاردة تسمعوا كلامي مرة واحدة في السنة لحد ما نصرف البضاعة ونرجع مجبورين بأمر الله. تعهدون يا رجالة؟ الكل يجهز نفسه، هنطلع مع أول خيط نور وهيكون من طريق جديد عشان يبقى أمان بإذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ربنا يغنمك السلامة يا ولدي. يا أخي على كد مرارته على كد ما بيصلب الظهر ويخلي النفر مننا عافي عافي. يا راجل فوق بقى، ايه هو انت قاعد فيك ظهر ولا بطن؟ بطن دي ولا مش بطن؟ يا راجل اختشي، عيب عيب، اختشي غطي نفسك. امال مش انت اللي بتقول بطن دي وبصوره كمان؟ اختشي يا من داري. ايه في ايه؟ بقول لك ايه، هو دياب اخوك ما ناويش يجيبها البر؟ ما تسألوا انت بتسألني ليه؟ قوم روح على بيتك، مفيش منك رجع. يا ابوي عليك، روح اعمل ايه؟ اقعد وسط الحريم والعيال؟ دياب خد الرجاله كلهم. طب قول لي دياب ناوي على ايه؟ ها ما دام بيعمل الاستعدادات دي كلها يبقى ناوي على نيه سودة. دياب قال لي ان النبادي لازم ياخد حقه مهما حصل. ما دام الطمع دخل قلبه يبقى ربنا يستر.
الهمة شوية يا رجالة. الله، عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل. بعيسه يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، انا شامم من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. تخافش يا عمي، انا مأمن نفسي. المغارة دي ليها باب تاني في ظهر الجبل، ما حدش يعرفه غيري، عامل حسابي لأي خيانة. همام، اظن مناع عمل اللي عليه لغايه كده، ماليش لازمه يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك انا مش هكون معاك. ايه صاحبك اقرب لك من عمك اخابوك؟ انا ما قلتش كده، بس احنا تعاهدنا على الحلوه وعلى المره. وانا قلت لك ان الخواجه عمل معايا اتفاق هيحطني انا مطرحه. يبقى خير وبركه، بس من اول الزرعه الجديده. ما احنا متفقين من الزرعه اللي فاتت، ودينا صبرنا لغايه ما جه وقت الحساب الليله. شكلهم وهم ملمومين حوالين دياب كده كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، أو كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. يا عمي، حقنا مضمون في النهاية. وبعدين انت قلقل ليه؟ كل شوية والخواجة بيني يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. ايوه، بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع، تعمل ايه عندك؟ سامع حس عربيات جاية من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجة. كلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تآمن الخواجه انه ما يغدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجه قال لي انه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت ان مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. النور يا جاموس ابيض هتعملوني. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتهدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص هينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش، لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك، لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام. مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا اسلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن النجع نبقى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي، اؤمر رجالتك يعاودوا على النجع. جهزوا نفسكم يا رجال، نعاود على النجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين.
الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وابقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا يا عرعر. اوعى يا سعدون، ده شوال عاينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، أحلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين. انتوا بقيتوا رجالتي. لا، انا عارف كل حاجه، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب. عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر، حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا، فيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه، كل الرجاله اللي انت تشوفهم دول فطوع انا، مش فطوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيده، حاسس ان فيه نصيبه هتحصل. ما تقولش كده، امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التسريف مع الخيانه؟ مناع ولدك رايح وهو متاكد من خيانه دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بن داري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيله. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسه 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم الكيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيده، ربنا يستر. يلا اعمل لكم يا رجاله، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبه لفوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجاله اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفايه، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خدوني معاكم يا ابويا، انا قاعد اهو جدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجه بني بقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجاله ورا التبه، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحه الثانيه للمغاره من هناك، وهنفاجئهم ونعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. تشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. توكلوا على الله، ورايا يا رجاله. الفلوس دي ناقصه 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يسهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعه تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجاله البندريه، اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجالي. معلش يا خواجه، تزعلش من همام ولد اخوي، لسه صغير برضك. يلا يا رجاله هموا. المجموعه دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعه دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحه الجبل من الناحيه الثانيه. مجموعه الجمال على التبه فوق. يلا يا رجاله، والباقي يجوا ورايا. يلا يا واد هم شويه، هم. يلا تلحلح يا بو، اربط الشالجين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواجه. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟
حنتيه اوعى يا نهار اسود دي حنه صح يا رجاله ادفع على باب الباب. ارمي سلاحك اوعى، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من السلاح وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك، وانت حسان تحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصروهم ونخلصوا عليهم. واللي ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجه زرارك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقول لك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في علمك يا خواجه، احنا عيلة كبيرة وممكن نجيبك لو كنت في كل تعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه؟ ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد جاكوب اطلع بسرعه. اطلع بسرعه. عم نتقتل يا مناع، عم نتقتل. دور على مين يوصيهم شوفوا انقتل ولا لا. الخواجه بيني هرب وما خدش بطار عمي يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبه، ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمه الثانيه واخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول للناس اللي اتصابت على النجع وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه.